السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه توب لوك. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال هذا النهار. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم بليغات بالزنجلان، معسله اللي كتجي مقرمشه ولذيذه بزاف، اقتصاديه وبسرعه كتوجد، ما كتاخذش معنا وقت اللي كبير. كنتمنى ان الوصفه ديال هذا النهار تنال اعجابكم وتجربوها، تردوا عليا في التعليقات. اللي كيشوف القناه لاول مره ما ينساش يشترك فيها وفعل الجرس باش يتوصل دائما بجديد الوصفات. ما تنساوش تخليو ليا اكبر عدد من اللايكات. بلا ما نطول عليكم نمشيو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. اذا بسم الله على بركه الله. في المقادير غادي نحتاج 4 الكؤوس بكاس العنبه اللي كيعادل 400 غرام ديال الدقيق. هنايا الكاس غير كنعمروه وكنمسحوه هكا. وغادي نحتاج كذلك الكاس ونصف ديال الزنجلان اللي كيكون منقي ومغسول كذلك منشف بلا ما تحمروه. كذلك عندي هنايا معلقه صغيره ديال النافع، وعندي معلقه صغيره مع مرش ديال القرفه. هاد المكونات كلهم كيكونوا مغربلين مزيان. واحد الرشيشه ديال الملح، وعندي كذلك كيس من الخميره الكيميائيه 7 غرام. وغادي نضيف كذلك هنايا نصف كاس ديال الزبده اللي دوبتها حتى كيحيد منها داك الحليب. ضروري انكم ديروا هاد العمليه باش كتبقى المعسله محافظه على يعني تبقى محافظه لينا على مده طويله، ما كتخسرش بسرعه. صافي نخلط المكونات مزيان مع بعضياتها. عاد غادي نضيف داك نصف كاس ديال الزبده ونحاول انني نبسس به داك العجين حتى كيتشرب داك الدقيق ديك الزبده. صافي وغادي نضيف هنايا ربع كاس ديال ماء الزهر، تقريبا هكا 2 معالق او 3 المعالق كبار. وغادي نجمع هنايا بالماء اللي كيكون عادي. تقريبا هاد القوام خدا ليا كاس وربع ديال الماء. يمكن غادي ياخذ لكم اكثر او اقل على حسب النوعيه ديال الدقيق. هنايا بالنسبه للقوام ديال العجين فغير كتجمع لينا العجينه وكتكون هكا، يعني ما قاصحاش بزاف وما رطباش عاوتاني. هي كتجمع لينا العجين فقط. انا عاده هذا هو الكميه ديال الماء اللي كتاخذ ليا فهاد الكميه ديال المقادير اللي عطيتكم. صافي غادي ندخل داك العجين اللي بقى وكنجمع العجينه ديالي كما كتلاحظوا. هذا هو القوام ديالها. غادي نحاول انني ندلكها واحد شويه هكا غير باش كتدخل المكونات مع بعضياتها. صافي مباشره غادي نقسم العجين لقسمين وغادي نسرح العجين هكا بالمساعده ديال الدلاك. حاولوا انكم ترقوا العجين ما امكن، حيت راه الحلوه وضعنا فيها الخميره الكيميائيه فملي كتجي كتقلى كتنفخ شي شويه. حاولوا ما امكن انكم ترقوها. صافي هنا من بعد ما سرحت العجين كما كتلاحظوا السمك ديال العجين كيكون هكا رقيق، فإلا زدتو عاد رققتو اكثر من هكا فغادي يبقى يتقطع لكم العجين بما ان العجين فيه الزنجلان. صافي غادي ناخذ هنايا جراره ديال الزلابيه او شباكيه. الا ما كانت متوفره فقطعوا غير هكا بالجراره نتاع البيتزا ماشي مشكل. هنايا غير باش تعطينا ديك الجماليه للبليغات. صافي غنقطعها هكا الشرائط. كيبقى دائما العبار على حسب الرغبه. انا درت وحدين شويه صغار وحدين كبرتهم. هنايا حاولوا انكم تكيو مزيان على هاد الجراره حيت فيها العجين فيها الزنجلان فما كتبقاش تقطع بسهوله. هنايا تقدروا كذلك تاخذوا واحد قطعه كرتونيه هكا وتعبروا العبار اللي بغيتو او القياس اللي بغيتو باش يجيكم هكا الحبات متساويين. فانا ماشي مشكل ودعتهم هكا يعني غير عيني ميزاني. صافي كنبقى نقطعهم هكا على شكل مربعات. وغادي ناخذ هنايا اول مربع وغادي نلصقو هكا مع بعضياتو. وانا ضروري انكم تلصقوه مزيان بيديكم بهاد الطريقه كما كتلاحظوا كيعطينا هكا شكل البليغات.
وراه بسرعة يعني بسرعة كتوجدوها، ما كتاخدش وقت اللي طويل. صافي غادي نستمر بنفس الطريقة حتى نسالي الكمية كاملة اللي عندي. كذلك نسرح العجين اللي بقى ليا حتى هو، والعجين اللي كيبقى لينا حتى هو كنجمعوه وكنرجعوا نسرحوه. صافي هنايا من بعد ما ساليت غادي ندوز مباشره انني نقليهم. كناخذ واحد الزيت اللي كتكون هكا كثيره في واحد المقلاه اللي تكون ثقيله، النار اللي كتكون متوسطه حتى كتبدا هكا شويه تسخن ديك الزيت، وكنحطوا هكا البليغات ديالنا يتقلاو. كذلك غادي نحتاج هنايا العسل اللي كيكون بارد. فسبق ليا كذلك شاركت معكم العسل في القناه شحال من مره، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. هنايا ضروري العسل يكون بارد مزيان كما كنقول لكم دائما. الا ما كانش يعني كان عندكم العسل خارج يعني في المطبخ، فدخلوه للثلاجه تقريبا واحد نص ساعه قبل ما توجدوا المعسل ديالكم، باش ملي كتجيو تعسلوا فمباشره كيلصق على المعسل وكيبقى يعني يبقى مده طويله هو لاصق في المعسله ديالكم. صافي هنايا من بعد ما كتاخذ البليغات واحد اللون ذهبي كما كتلاحظوا، غادي نصفيها هكا من الزيت ومباشره نوضعها في العسل. صافي غنبقى نهز هكا العسل ونوضعو هكا من الفوق ديال البليغات باش كيتشربوا داك العسل. صافي وغادي نرجع نوضع الكميه المتبقيه هكا ونبقى نستمر بما هكا كتقلى ليا البليغات او كتقرب تاخذ داك اللون الذهبي. صافي وكنزول الاخرى من العسل وكنعسلوا الاخرى. كما كتلاحظوا راه قربات انها تاخذ واحد اللون ذهبي، وغادي نحيد هذه نخليها تستقطر هكا في واحد الكسكاس او صفايه. صافي ونرجع نحط الاخرى عاوتاني كتعسل ونستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كامله اللي عندي. اذا هنا من بعد ما ساليت كما كتلاحظوا كيجي هذا هو الشكل ديالها. صراحه ما كتاخذش وقت اللي طويل، وبوحدكم تقدروا توجدوها يعني في ساعه كتوجد. كنتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. صراحه كتجي لذيذه بزاف بحال كتاكلوا النوكا مقرمشه، وكذلك شاربه العسل كما كتلاحظوا. غادي نقسم معكم هنا واحد الحبه باش تشوفوا القوام ديالها. كنشكركم دائما على التشجيع، كذلك على التعليقات الزوينه اللي كتخليو ليا دائما. نتلاقاو في الوصفه الجايه ان شاء الله. خليت لكم الراحه بالصحه والراحه ومع السلامه.